بيحكي فيلمنا عن راجل مجنون ومهووس بحب السيطرة، ومرضه النفسي وصله إنه يفهم مجموعة من الستات إن الأرض انتهت وإنه هو منقذهم الوحيد وإنه الراجل الوحيد في العالم كله. وللأسف صدقوه، ولكن نهايته بتكون مأساوية لما الستات بتكتشف الحقيقة. وبيبدأ فيلمنا مع بنتين سيلا وماريا وهم قاعدين عند شلال شكله جميل وبيهزروا. من مظهرهم نقدر نقول إنهم على وشك البلوغ، ومن لبسهم تقول إنهم من العصور الوسطى، بس ده غلط لأنهم من عصرنا الحالي سنة 2019. طيب إيه سر اللبس ده؟ السر كله عند راجل واحد بس بيسموه الراعي، وده اللي بياخد باله من البنات وكمان الزوج الوحيد. ومش ماريا وسيلة بس الموجودين في وسط الغابة الغريبة دي، إنما معاهم أكتر من بنت، منهم من اللي لابسين أزرق والباقيين باللون الأحمر. وسر اللون إن اللي بتكون بلغت وبتتجوز الراعي بتلبس لون أحمر، دليل إنها بقت أم. أما البنات الصغيرين واللي تحت سن البلوغ كلهم لابسين أزرق. وده قانون الراعي اللي صنع عالم من الخيال لمجموعة من الستات أوهمهم إن العالم بره خطير وإنه هو منقذهم الوحيد، وهو الوحيد اللي قادر يحميهم من الوحوش اللي بره، ولازم يتجوزوه ويطيعوه إلا يعاقبهم. وللأسف الستات صدقت كلامه وعاشوا معاه سنين كتيرة وخلفوا منه، واللي تكبر من بناته تبقى له زوجة، وده بعد بلغة بمنتهى الغباء. من ضمن البنات دي كانت سيلا، واللي كانت شايفة الراعي على إنه إله مش إنسان، وهو اللي وصله لباقي الستات. بالنهار كانت الستات بتشوف شغلهم وبيحضروا لأكلهم وبيربوا حيواناتهم، وبالليل بيتجمعوا كلهم علشان ياكلوا بعد الأكل. الراعي واللي اسمه مايكل بس محدش يعرفه منهم وبيختار واحدة منهم تقضي معاه الليلة، أما الباقيين بيروحوا لأوضهم. فالأمهات بتنام مع بعضها وقبل النوم بيدعوا للراعي إنه يفضل يحميهم، والبنات بيناموا على السرير واحد وبيدعوا للراعي برضه وإن محدش من العالم اللي بره يلاقيهم. تاني يوم الصبح بتخرج البنت اللي اختارها من أوضة الراعي وراها بنت كمان، وبعدها بنشوفه هو مجمعهم كلهم وبيخطب فيهم كلام غريب عن الخطر وإنه المفروض يسمعوا كلامه عشان يفضل يحميهم. بس نظرات سيلا ليه كانت كلها إعجاب، هو كمان كان مركز معاها لأنها جميلة جدا. وبعد ما بينتهي بيذبح معزة صغيرة وبيوزع دمها على كل البنات كنوع من الطقوس اللي بيعملها، وواضح قد إيه هم مغيبين ومصدقينه ولهم الحق لأنه عازلهم وسط الغابة ومفهمهم إن هي دي الحياة. بعد الخطبة الراعي بيفضل عينيه على سيلا اللي بتطلب من ماريا ترجع هي لوحدها، وبتروح تمشي مع الراعي اللي بيسألها لو خطبته عجبتها، فبتقول له أيوة وإنها زي كل مرة بتبهرها. فبيقول لها كنت فاكرك بتملي منها، بس بتعرفه إنها بتحب تسمعه وتشوفه دايما. لكنه بيقول لها إنها شبه مامتها جدا وكانت بتحبه زيها بالظبط. سيلا بيكون عندها فضول تعرف إزاي يتعرف على مامتها وإزاي يتقابلوا وحبها، ولا كانت مجرد زوجة من ضمن الزوجات. لكن الراعي بيسكت لأن الحقيقة إنه ساب أمها تموت وهتعرفوا التفاصيل قدام. المهم إنه بيمسك خصلة من شعرها وبيعرفها إن مامتها كانت جميلة، ولما بيلاقي نفسه مشدود ليها بيقول لها ترجع وتخلي الأمهات يسرحوا شعرها من تاني. بنشوفها بعدها وهي بتنظف مع بنت تانية، ولكن معاهم واحدة صاحبتهم لسه داخلة للراعي جديد وحملت منه، وبتحكي لسيلا إن هي حست بتغيير كبير لما بقت من الزوجات وحاسة إنها أول مرة تشوف العالم، وبتتمنى لسيلا إنها تبقى زوجة قريب عشان تجرب نفس إحساسها. بس سيلا فكرتها إن الراعي منبه عليهم ما يحكوش لبعض حاجة، لكن البنت التانية اتعصبت على سيلا عشان عايزة تعرف أكتر، والاتنين اتخانقوا لحد ما وصلت أم البنت التانية واللي سألت إيه المشكلة، فعرفتها بنتها إن سيلا بتتنمر على لويز البنت اللي كانت بتحكي، وكدبت إنها ضربتها ولأن سيلا يتيمة فما كانش في حد بيدافع عنها. وأم البنت قررت تفصلها في الشغل عن بنتها وطلبت من سيلا ترعى هي الحيوانات، فبتروح تنفذ طبعا عشان ما تتعاقبش من الراعي، ولكنها بتشوف طائر ميت وبتخاف لأن الحدود اللي الراعي صنعها لهم وفهمهم إن أي حد يخرج براها هيموت. فسيلا لما شافت الطائر صدقت أكتر وبتدخل بعدها سيلا الكهف، وبيكون الراعي بيعاقب الزوجات اللي مش بتسمع كلامه فيه وبيمنع عنهم الأكل إلا وجبة واحدة. وسيلا راحت تقدم الوجبة دي للزوجة، ولكنها لما شافت الزوجة تعبانة حاولت تساعدها ورفضت وظهرت زوجة تانية واللي قالت لها ملهاش دعوة بيها لأنها صايمة وبتعاقب نفسها علشان زعلت الراعي. زميلتها فاكرة إنها كده بترضي الراعي، وسيلا بتقول لها طبعا وإن ده هو التطهير، بس الزوجة بتضحك على سيلا وبتقول لها إن لما يجي دورها هتعرف إن الراعي كذاب ومش هيكون معاها لطيف زي دلوقتي، وبكرة تعرف وتستعد عشان واضح إنها قربت لسن البلوغ. وكلامها طبعا بيقلق سيلا. بالليل بنشوف الكل رايح ينام، بس طفلة بتطلب منهم يحكوا لها قصة، لكن سيلا بتفكرها إن الراعي الوحيد اللي بيحكي القصص، ولو عرف إنهم بيحكوا قصص بينهم أكيد هيعاقبهم. بعد ما الكل بينام بتسمع سيلا صوت جاي من أوضة الراعي، فبتقوم تبص عليه وبتشوفه مع بنته وبتخاف. تاني يوم بتخرج ترعى الأغنام وكل واحدة من البنات بتشوف شغلها، بس لما بترجع الزوجات بيجهزوها وبيعرفوها إن الراعي طلب إن هي اللي تحضر ولادة الأغنام المرة دي وإنه واثق فيها. فبتخرج سيلا تاني يوم بالأغنام ترعى،
ولكن بتروح في النوم، ولما بتفوق بتلاقي إن الأغنام اللي اتولدت أكلتها الديابة وبتكون زعلانة وحاسة بالذنب وعايزة تعاقب نفسها، ولكن بتتصدم بالليل إنها بقت بالغة خلاص وبتصرخ في صمت لأن كده هتبقى من الزوجات، وكلام الزوجة المحبوسة خوفها، وبتصحى تلاقي نفسها إن ده كله كان كابوس. ولما سألت ماريا عن اللي حصل بتعرفها إن هي أغمى عليها على الجبل والراعي لقاها وأخدتها عنده، وواحدة من الزوجات هي اللي جابتها هنا. وكمان للأسف الخروف اللي اتولد الكلاب أكلته، بس الراعي سامحها لأن اللي حصل بره إرادتها، لكن سيلا بتعيط عشان معتقدة إنها قصرت وتستحق العقاب، ومسامحة الراعي لها أسوأ من العقاب نفسه بالنسبة لها. تاني يوم الصبح بتروح سيلا تقف قدام أم الخروف الميت وبتحاول تتأسف لها، بس كانت حاسة إن نظرات الخروف لها كعتاب. بالليل بتحصل حاجة غريبة، وكانت سيلا الوحيدة اللي صاحية، ولما سمعت صوت بره راحت للشباك تشوف إيه اللي بيحصل، واتفاجئت إن في شرطي واقف مع الراعي. إزاي وهو مفهمه إن الراجل الوحيد في العالم؟ مش ده بس اللي خلاها تستغرب، إنما الكلام اللي سمعته بينهم لما الراعي سأله لو فعلا عرفوا مكانه وياخدهم منه، بيقول له أيوة وإني معاه لحد بكرة عشان يسيب المكان ويمشي عشان مش هيقدر يساعده. بس بعد ما الشرطي بيمشي بيبص الراعي ورا بسرعة وكان خايف يكون حد شايفه، بس سيلا استخبت بسرعة وكان قلبها يقف من الخوف لو بس حس إنها شافته. تاني يوم الصبح بيجمع البنات وبيعرفهم إن في مشكلة كبيرة والعالم اللي بره عارف مكانهم ولازم يمشوا بسرعة وإلا الوحوش اللي بره هتدمرهم، وبعدها بيعمل النغمة عليه والبنات بتتجمع حواليه وبيفتح عينيه بعدها. وكان كده يعني الأمر جاله إنهم يمشوا ويلاقوا بيت جديد، ولما قال لهم البنات فرحت وشالوه ومشوا بيه وهم فرحانين. إلا سيلا ما كانتش مصدقة أوي اللي بيحصل، لكن في نص اليوم الراعي بيشوفها قاعدة لوحدها حزينة وبيروح يتكلم معاها وبيقول لها هو عارف هي زعلانة ليه علشان هتسيب المكان وليها فيه ذكريات كتيرة، خصوصا إن مامتها عاشت هنا، بس بيوعدها إن البيت الجديد يعملوا فيه ذكريات أجمل. وقبل الليل ما بيدخل بيجمع الكل وبيجهزهم للرحيل وبيبتدوا فعلا في المشي ومعاهم أغنامهم، بس الراعي كان طول الوقت مركز مع سيلا اللي حبت اهتمامه. بالليل بيخيموا وبيتجمعوا كلهم علشان ياكلوا إلا الزوجة اللي كانت متعاقبة وهي ماري، ونظرات الراعي لها كأن ما بينهم سر وهي عارفاه كويس بس مش قادرة تنطق بيه. أما سيلا بتشوف كابوس عن الراعي وهو بيغرقها وبعدها بيذبح الشاة الصغيرة. تاني يوم بيبتدوا التحرك من جديد لحد ما وصلوا البيت قديم ومهجور وشكله مخيف، بس الراعي حذرهم من دخوله لأنه ملوث ولأن البيت شكله يخوف أصلا محدش دخله غير سيلا وماريا اللي كانوا مستغربين من الحاجات اللي فيه، لكن الراعي بينادي عليهم وبيزعق لهم عشان أمرهم ما يدخلوش هنا لأن المكان ملوث، فخرجوا بسرعة وكملوا رحلتهم لحد ما الدنيا ليلت. وطبعا خيموا زي العادة، بس سيلا شافت نفسها في البيت المهجور قدام اللوحة اللي شدت انتباهها، لكنها شافت بنت زميلتها وهي بتوري لها آثار إيدين على رقبتها وكأنها كانت بتتخنق. تاني يوم بتشوفها ماري وبتسألها لو تعبانة، ولكن بتعرف إن سيلا بلغت وبتضحك لها علشان قريب هتعرف إن اللي قالته لها عن الراعي حقيقي. بالليل وهي في الخيمة واحدة من زميلاتها بتشوفها وبتعرف إنها بلغت، فبتصرخ وبتقول إن سيلا ما بقتش طاهرة، لكن البنات بتخليها تسكت. تاني يوم بيكملوا الرحلة وسيلا كانت مرعوبة إن الراعي يعرف، وبعد شوية بيكون الجو مش كويس فبيقعدوا يرتاحوا، والراعي كان مجمع زوجاته الجداد اللي لسه صغيرين وواضح إنه بيحبهم، فبتشوفهم الزوجات الأكبر وبتحس بالغيرة منهم لأن الراعي كان بيعاملهم كده لما كانوا صغيرين، لكن لما كبروا وعجزوا ركنهم على الرف. سيلا وقتها كانت مع ماري وبتسألها إيه اللي حصل لها، فبتعرفها إن الراعي قال لها إن اللي عمله عقاب غرورها وكمان قص لها شعرها. بتقول لها إن مش مصدقة اللي بتقوله عنه أو إنه آسف، فبتعرفها إن ده حقها علشان لسه ما جربتش تعيش معاه، بس بكرة لما تعيش معاه وتلاقي اهتمامه في الأول وبعدها يختفي هتعرف. وبتعرفها إن بتفكرها بأمها. بتسألها سيلا لو تعرفها، بتقول لها طبعا لأنهم أول 2 انضموا للراعي وأول 2 كانوا زوجاتهم قبل البنات التانية تبلغ. وبتعرفها إنها كانت بتغير من أمها لأنها كانت الأجمل والراعي بيحبها أكتر. فسيلا بتقول لها أكيد فرحتي لما ماتت. بتتضايق من اتهامها وبتقول لها إنها واخدة فكرة غلط عنها، وبتعرفها إن مامتها بعد ما ولدتها فضلت لأيام كويسة بس بعد كده جالها عدوى خطيرة وهي ترجته يوديها المستشفى، ولكنه رفض وقال لها إنها هي هتقاوم وده إنه اختبار من فوق، ولكن للأسف ماتت. بيرجعوا يكملوا طريقهم ولما الليل بيحل زي العادة بيخيموا وقت العشاء، والبنت الحامل كانت بتحرك إيدها على بطنها وبتغيظ بيها سيلا اللي كانت خايفة عكس ما البنت فاكراها إنها عايزة تكون مع الراعي. بتشوف سيلا بعدها مع ماري اللي طبعا متعاقبة وبتنام بره الخيم وسط المطر والحيوانات المفترسة، بس ماري بتحذرها لأنها مش هتعرف تفضل هنا كتير ومش هتقدر تخبي موضوع بلوغها لأن الراعي عارف عنهم كل حاجة وبيعد الأيام وعارف اللي بيعملوه كله، فغصب عنها يعرف إنها بلغت ولازم تبقى زوجة. بتسألها سيلا لو ما كنتش هنا
كانت هتعمل إيه؟ بتقول لها إنها كانت هتبقى حرة وتخرج وتتفسح، بس للأسف هي هنا من وقت طويل لدرجة إنها نسيت الحياة بره شكلها إيه، وخايفة تمشي لأنها فقدت هويتها. تاني يوم بيكملوا رحلتهم لليوم الرابع وسط الغابة والجبال، وماريا وصاحبتها بيسألوا سيلا بتعمل إيه كل يوم مع ماري المعاقبة لأن وجودها معاها خطر عليها. بتقول لهم إنها بتعرف منها سبب العقاب عشان تتجنبه، ومش بترضى تقول لهم عن حقيقة الراعي. في وسط الطريق الزوجة الحامل بتتعب جدا لأن جه وقت ولادتها وبتقع منهم من التعب، والكل بيتجمع حواليها عشان يساعدوها تولد رغم إن الوقت لسه بدري. بس الإجهاد اللي اتعرضت له بدون خوف على حياتها من الراعي سبب لها ولادة مبكرة، وفعلا ولدت طفل جميل، ولكن صوت صراخها خض الكل، وكانت البنات مرعوبة من صوتها، وللأسف ماتت بسبب الضعف. ولكن بنتها بتفضل متعلقة بيها ومش عايزة تسيبها لحد ما الراعي ضربها وشدها بالعافية، وطبعا ولع في جثتها عشان محدش يكتشف جريمته، وقال لهم إن دي أوامر السماء وصدقوه زي عادتهم. وبعد ما خلص اللي بيعمله بيقول لهم إن لازم يمشوا بسرعة، بس ماري ما اتحركتش معاهم. فسيلا راحت لها وسألتها مش جاية ليه، فعرفتها إن الراعي عايز يسيب الطفل هنا يموت لوحده وهي مش هتقدر تسيبه. اتصدمت سيلا إنه مش عايز الطفل، فسألتها ليه، فعرفتها إنه ولد، وطبعا مستحيل يخلي ولد غيره في القطيع. ويا ريت تكون فهمت بقى الراعي يبقى إيه، لأنه هيقتل أي حد حتى لو كان ابنه عشان يفضل هو صاحب السلطة الوحيدة. وبتقول لها تخلي بالها من نفسها لأن الدور عليها، وبتمشي بالطفل للطريق المعاكس لهم. بترجع سيلا للقطيع بس كانت خايفة، وللأسف بعد فترة الكل بيشتكي إنه تعب لأنه مش بيوصلوا لأي مكان. بس بنت للأسف نطقت وقالت إنها شايفة حاجة، وهنا الراعي اتعصب وراح لها وفضل يضرب فيها وسألها شايفة إيه، لأن محدش هنا يقدر يشوف أو يقرر الطريق ده غيره. وللأسف الكل كان ساكت مش بيدافع عنها وخايفين منه رغم إنهم أكتر منه، بس الخوف والوهم اللي زرعوا فيهم وفي قلوبهم وإنه مبارك ومحدش يقدر يكون شبهه سيطر على عقول كل البنات، وسابوه يضربها وعيطوا في صمت. لكن نظرات سيلا ليه اتحولت لكره وحقد وانتقام، وكملوا الطريق من بعدها وراحت لتمارا البنت اللي عمل فيها كده، وقالت لها إنه مالوش الحق يعمل فيها اللي عمله، وكانت بتبدأ تجمع جيش ضده عشان يواجهوه. وأخيرا بعد طريق طويل وصلوا النهر جميل جدا، وقف الراعي عنده وقال لهم إن دي هديته ليهم ويسكنوا هنا خلاص، وإنهم وصلوا للأسف صدقوه من تاني، وبدأ يعمل شوية طقوس مجنونة زيه لما جاب كل البنات وبدأ يغرقهم في المية واحدة واحدة كدليل على ثقة بينهم إنه هينقذهم. ولما جه الدور على سيلا كانت خايفة، وهو كمان سابها تحت المية كتير بس خرجها في النهاية، وكأنه كان بيختبرها لو هتقاوم ولا هتكون مطيعة. بالليل الكل بياكل على العشاء إلا الأمهات اللي بيقولوا إنهم صايمين عشان الراعي قال لهم إنه بكرة يطهرهم. بيدخل الكل ينام بس الراعي بينادي على سيلا، وماريا ترجتها ما تخرجش وكانت خايفة على صاحبتها، لكنها خرجت وأخدها على خيمته وحاول يجرب معاها طرق المريضة ولكن لقاها بتقاوم وكانت هتفضحه فقال لها تخرج. رجعت سيلا وهي مرعوبة للخيمة لكنها قررت تتخلص من الراعي، وجمعت البنات كلهم وحكت لهم حكاية ماري بس ما قالتش اسمها، وعرفتهم إن الراعي بيكذب عليهم. تاني يوم الصبح خرجوا البنات من خيامهم وللأسف ما لقوش أمهاتهم، فراحوا يدوروا عليهم وينادوا يمكن حد يرد، بس نزلوا للنهر وهناك شافوا الراعي قاعد جنب لبسهم، فجريوا على لبس أمهاتهم وهم بيصرخوا وبيسألوهم راحوا فين، فعرفهم إنه بيطهرهم وإن ده الطريق والوسيلة الوحيدة عشان إخواتهم يبقوا زوجات. فبتفهم البنات إنه قتلهم عشان يبقوا له زوجات جداد، وبينادي لسيلا وبيقول لها تقرب لأنها تبقى زوجة خلاص، وبتقرب فعلا منه بس بتقوله إنها رافضة تبقى زوجة. بيتعصب عليها وبيضربها وبيقول لها إنه كان فاكرها تبقى مطيعة ولازم تسمع كلامه عشان مش عايز يعاقبها، لكنها بترفض وبيضربها بالقلم، بس هي مش بتقف ساكتة وبترد له القلم تاني، والكل بيستغرب من اللي عملته، وبتتجمع هي وكل البنات حواليه وبيضربوه. بتخلص سيلا عليه بحجر في راسه وبيموت. وعلى طريق النهر بنشوف عربية شرطة وهي واقفة لأن جالهم إخبارية عن وجود مجموعة من الجثث واللي كانت للزوجات للأسف، ولما الشرطي شافهم كان مخضوض من المنظر، بس عرفوا الشرطي التاني زميله إن دي مش الجثث بس، وأخدوا جوه الغابة وفرجوا على جثة الراعي اللي كانت متعلقة من غير لبس ومتعلق في راسه قرون خروف، وكانت البنات مثلت بجثته عقابا ليه على اللي عملوا فيهم وفي أمهاتهم. بنعرف بعدها إن البنات أخدوهم لمصحات نفسية وتعليمية علشان يأهلوهم للحياة الحقيقية. ولحد هنا بيخلص فيلمنا.